الفريق التي يكون بها بالنسبه لنا بالطبع كنا مأولين هذه المقابله، كنا جينا بشعار اولين نلعبوا الكره ونشتوا الشق الثاني من الدوري. فالمقابله كما شفتوا كانت مقابله مفتوحه، ما جيناش ركزنا بالدفاع، لعبنا بالامكانيات التقنيه ديالنا. يمكن هي مغامره، ولكن حنا في تكوين فريق اللي في المستقبل اللي غيلعب كره القدم يعني هجوميه. لعبنا يعني بجوج مهاجمين مع الوسط الميدان الهجومي، معنا 6 عناصر غابت، ولكن تنتبه تنظن ان ما بانش الغياب ديالنا في اللقاء. اقحام عناصر شباب الرجل عطاو الكل ديالهم كاداء الغوندمون ديالهم في اللقاء. بالطبع حنا لسنا مصورين بالنتيجه، لأننا نستحق الهزيمه بكل صراحه بكل تواضع. اخطانا مره اخرى، وهذه الاخطاء الفرديه ادينا ضربه غاليه، يعني 2 نقاط في الشوط الاول. فنتمنى من نراجع الاوراق ديالنا التقنيه، ولا سيما المشاكل الفرديه ديال بعض اللاعبين اللي تدخل في نطاق الكره، ولكن ملي كتكون اخطاء متكرره خص الواحد يراجع الاوراق ديالو. ثانيا مره اخرى الفريق الجزائري اللي عرف يحسن اولا الدفاع ديالو، بالطبع كان خصو يفوز مع الاصابه اللي كان تراجع ديال الوراء ديال الفريق الجزائري، وهذا من حقه. خلقنا هذه المشاكل، ولكن كنظن ان وصلنا عارضه مرتين، انفراد في الشوط الاول 3 مرات، لكن عدم التركيز تجربه لعبه الكره اليوم فهنيئا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول بقول كابتن وليد لك وبالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي. عملوا مباراه كويسه زي ما قال، ما يستحقوش الهزيمه، ممكن كانوا يطلعوا متعادلين المباراه، ولكن هي كره القدم كده الحمد لله. يمكن انت النهارده مباراه كانت صعبه جدا، لانها 3 نقط مهمين جدا عشان يوصل للمركز 24. زي ما انا قلت لكم قبل كده ومتفق مع لعيبتي ان احنا تملي بنبص لقدام، ما بحبش انا ابص لورا، فكانت 3 نقط دلوقتي مهمين جدا، خاصه بعد النتائج اللي حصل امبارح واول امبارح. فالحمد لله على النتيجه. يمكن وضع طبيعي جدا ان احنا نتراجع، وضع طبيعي جدا الشوط الثاني الفرقه لما تكون بعيد عن المباريات فتره، فبالتالي لما بتيجي تبدا اول مباراه بقالك فتره ما لعبتش مباريات، فده وضع طبيعي جدا. ولكن الحمد لله المهم ان احنا خدنا ال3 نقط. بشكر اللعيبه جدا، لان اللعيبه كانت رجاله، واللعيبه الفتره الاخيره كان في حاله نفسيه مش كويسه بالنسبه للعيبه، وبالنسبه للمعسكر هيتعمل مش هيتعمل. الحمد لله ربنا كرمنا. كان فكري ان انا ما اعملش معسكر، لان المعسكر هيكون فيه كلام كتير ورغي كتير في حاجات مش هنقدر ان احنا نتكلم فيها او مش هنقدر ان احنا ننفذها في الوقت الحاضر. ولكن كنت متفق مع لعيبتي ان شاء الله اللي احنا اهم حاجه نتقرب المباراه، كل ما تقرب المباراه تركيزنا لازم يعلى، وده اللي حصل. فبشكرهم الحمد لله على ال3 نقط، وكانوا 3 نقط مهمين جدا. نبص ان احنا عندنا مباريات كلها مباريات صعبه جدا بالنسبه لنا، عندي نقص كتير جدا في كل مباراه، والمباراه الجايه عندي 3 4 هيكونوا كمان مش موجودين، ولكن البركه في الموجوده. وانت لعبت كده، كل اللعيبه عندي اساسيه الحمد لله موجود، مش عيب من اللعيبه الركائز اللي موجوده عندي بقى 4 5 ماتشات بيتحرك. عندي عمر جواري، عندي يونس، كل اللعيبه عندي اساسيه. انا مش عايز اخسف حد، ولكن هو الدوري طويل وبتلعب كل المباريات. اتمنى اللي يمسك في الفرصه يمسك فيها، اللي ينزل يكون عنده قد المسؤوليه، يكون يحمي شعار الدفاع الحسن الجديد، ويكون على قدر المسؤوليه. شكرا. بالنسبه للاعب كوليبالي، كيفاش صيفطي حميده ومدير الاعمال ديالك هو اللي جاب كوليبالي؟ جواب مالو كوليبالي؟ مدير الاعمال ديالك الصديق ديالك مالو صديقي. واللاعب كوليبالي ما كانش شي اداء اليوم هذه، كنشوف حميده احسن منه. يعني انت بتقيم لعيب في اول مباراه لي؟ طب ما قيمتش ديمياني ليه 3 سنين؟ ما لعبش 3 سنين ديمياني، ما لعبش مع المشيفه، ما لعبش مع حسن شحاته، ما دخلش ال 18، وما لعبش مع اللي قبله. لما تيجي تقيم لعيب تقيمه بعد 4 5 6 ماتشات تقدر تقول. وبعدين كولوبالي انتوا اشدتوا بيه قبلنا ب 20 جنيه، وبعدين كولوبالي اللي جابه هو اللي جاب دياكيتا، هو اللي جاب ويليام، هو اللي جابه ب 80,000 دولار الثلاثه. يعني دياكيتا ده يسوى اكتر من 200 300,000 دولار. انا مش عايز اكبر اللعيب قوي، لان انتوا بتكبروا اللعيب قوي ويبقى نجم وبعد كده ماتشين 3 ما بيجوش. ولكن كولوبالي لعيب كويس، دياكيتا لعيب كويس. خلي بالك كولوبالي في لعيبه كتيره جدا. منور السيد، هدي مثلا منور السيد. منور السيد قعد دور كامل، قعد دور كامل يلعب، محدش حس بيه، ولا الجهاز حس بيه، ولا الجمهور، ولا اللعيبه، ولا الاعلام، وكل
الناس كانت بتتكلم. خلينا لما نيجي نقيم الامور نقيمها بشكل كبير. لما تسالني على كولوبالي تسالني على كولوبالي، ما تسالنيش على الدمياني، ما تحطش ده قصاد ده، لان فرق كبير جدا بين ده وبين ده وبين ده. وانا اديتك مثل ان الدمياني ما لعبش بقاله فتره، فده وضع طبيعي جدا يعني. بالنسبه انا اليوم في نظري انه الكره انصفت الدفاع الحسني جدا. اكيد طبعا. لانه لماذا؟ لانه لم يلعب ولكن فاز، عكس مباريات سابقه اللي لعب مزيان وكان الاداء ديالو جيد جدا ومقنع، ولكن كان ينهزم. وامثله كثيره مثلا امام الحسنيه كانت المباراه كامله الدفاع الحسني جديدي، امام القنيطره، امام الوداد. اذا اليوم وهذا شاهدت الاخوان لا السي طالب ولا انت بنفسك ان فعلا جديده ما كانتش اليوم حاضره، ولكن المهم هو 3 نقاط. انا بغيت نربط انه ربما لاحظنا انه كاين واحد التراجع ديال الاداء ديال بعض اللاعبين. الى علاش راجعتش؟ لا هو مش تراجع بعض اللاعبين من الناحيه الفنيه، هو تراجع بعض اللاعبين من الناحيه البدنيه. الفتره الاخيره اللعيبه انا زي ما بقول لك ما كانتش بتتمرن التمرين الكفايه اللي هي تقدر تلعب بالمباراه. زائد ان انت بقالك فتره، بقالك 3 اسابيع، بقالك اكتر من 18 يوم ما بتلعبش مباريات رسميه، فدي بتفرق كتير جدا. زي برضه كولوبالي دي اول مباراه رسميه مع الفريق، يعني انا بالنسبه لي هو ادى بشكل كبير جدا، ومع الوقت هيتاقلم باللعيبه الافارقه هي كده. فبالتالي انا ممكن تلعب وتأدي وتطلع مغلوب زي مباريات كتير احنا لعبناها، زي مباراه حسنيه اتغيير، زي مباراه يعني تطلع كسبان. ولكن الحمد لله انا خدت اللي انا عايزه من المباراه، هو 3 نقط. ساعات كتيره جدا بنأدي وبنلعب وبنطلع مغلوبين، والنهارده كنا ممكن سهل جدا نطلع مغلوبين ونطلع متعادلين، ولكن الحمد لله هي كره القدم كده. اكيد هذه النتيجه ديال اليوم ستؤجل قرار بالرحيل عن الفريق، لانه عندك عرض مهم من الزمالك، بالاضافه الى المشاكل التي يعيشها الفريق. اين وصلت هذه؟ لا بص، انا طبعا بحترم النادي اللي انا فيه وبحترم عقدي. انا كنت ممكن اسبوعين في ساعه الاجازه وبعد ماتش المباراه الحسيمه ان انا اعتذر للناس وما اجيش، ولكن انا قلت هحترم عقدي، لان انا اتفقت مع رئيس النادي والاداره ان في